وبدأ ينفعل ويقول بصوت عالي كفاية كفاية كفاية. تصور صورة اينشتاين دي مش فوتوشوب، واتاخدت زي النهارده من 71 سنه بكاميرا المصور ارثر ساس. بنشوفها حوالينا دايما في كل مكان، مطبوعه على لوحات كبيره متعلقه او على التيشيرتات وعلى كتب ومجلات. بس هل فكرت قبل كده ايه قصتها؟ يوم 14 مارس سنه 1951 كان اينشتاين تم ال 72 سنه، وقرر زمايله في مركز الابحاث يحتفلوا بعيد ميلاده. وبعد الاحتفال كان في تجمع خارج المبنى من صحفيين ومصورين اللي كانوا مستنيين على امل ان هم ياخدوا له صوره لعيد ميلاده او يصرح باي تعليق من تعليقاته اللي كان مشهور بيها عن الوضع السياسي، واللي دايما بتكون مضحكه وفيها حس فكاهي. ولان اينشتاين كان بيكره ظهوره جدا في الاعلام وكان بيزعجه دايما ملاحقه المصورين ليه في اي مكان بيروح، فطبعا اتضايق من وجوده، فحاول ان هو يهرب من فلاشات الكاميرات ويخرج من المكان باي طريق، بس ما كانش عارف، وبدا ينفعل ويقول بصوت عالي كفايه كفايه كفايه. ولا حياته الا من تنادي، مش سايبين الراجل في حاله ابدا. وفي اللحظه دي واحد من المصورين قال له يا استاذ ابتسم لصوره عيد ميلادك من فضلك. ولانه منزعج وشخصيه زي اينشتاين روحه الساخره وعقله الغير تقليدي تماما، بشكل حر وعفوي قرر انه يطلع لسانه في وش المصور اللي استفزه بالحاح. وفي اللحظه دي بيضغط المصور ارثر ساس على زرار كاميرته وياخد اشهر صوره لاينشتاين اللي انتشرت بسرعه كبيره جدا في جميع انحاء العالم. والغريب في الموضوع ان الصوره ما اتشهرتش بسبب المصور نفسه، لا ده بسبب اينشتاين نفسه اللي عجبته الصوره فطلب عشرات النسخ منها، وكمان قام بتقطيع الصوره عشان يظهر لوحده فيها بدون مدير المعهد وزوجته اللي كانوا معاه في الصوره الاصليه. وبدا ان هو يبعتها لكل اصدقائه وزملائه ومعارفه، وخصوصا صديقته جوانا فانتوفا، وكتب لها عليها لساني الممدود في الصورة يكشف عن موقفي من السياسة العالمية. المصور ارثر ساس بصورته اللي اتلقطت في الوقت المناسب كانت السبب في تحول موقف اينشتاين، واعجابه بالصورة كان الدافع لشهرته لحد النهاردة بعد عقود من وفاته. لو عجبتك القصة تابعنا عشان تعرف قصص اكتر عن التصوير. ولان اينشتاين مان كمان اينشتاين. وفي اللحظة دي واحد من المصورين قال له استاذ ابتسم للصورة دي. وبعد الاحتفال كان في تجمع كبير جدا للصحفيين والمدعائيين وولاد الذين بره. لو عجبتك القصة بقى فاهم. ايه ده يا جماعة؟ طيب لو عجبتك القصة بقى خلي بالك ها.